اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم أميرة سلامة، والنهاردة ان شاء الله هنعمل طاجن مع بعض تحفة جدا جدا جدا. والله والله اللي هيجربه هيدعيلي بجد. حلو جدا جدا، وكمان اقتصادي وسهل وسريع ويشرفك في اي حتة. هنعمل مع بعض طاجن رقبة رومي بالبطاطس، خطير زي ما انتوا شايفين كده. الصوص بتاعه ده في حتة تانية خالص خالص. والله جربوه على ضمانتي وهتدعولي، بس ما تنسوش تدعولي. قبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا ما تنسوش تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه. وما تنسوش تعلقوا بكومنت حلو منكم ودعوة حلوة من قلبكم في الأيام المفترجة اللي احنا فيها دي، ولكم من المثل إن شاء الله. بس بالله عليكم أنا محتاجة التفاعل بتاعكم جدا جدا. نفسي ربنا يكرمني بيكو، فما تستخسروش فيا اللايك والكومنت. شايفين اللحمة بتاعتنا دايبة قوي قوي قوي. رقبة الرومي دي يا جماعة بجد طلعت خطيرة، احلى من اللحمة بمليون مرة. شايفين شكل الطاجن اصلا في حتة تانية خالص. جربوه ومش هتبطلوا تعملوا. رقبة الرومي طبعا بتتباع عند اي حد بيبيع رومي. كل حاجة بتتباع لوحدها. سعرها حلو ومناسب لأي حد، وكمان مفيدة جدا. هنا في ووك او في حلة على النار هحط فيها معلقتين 3 من الزيت يسخنوا كويس جدا جدا، اهم حاجة يسخنوا. هكون انا مجهزة معايا الرقبة بتاعتي. طبعا الراجل بيقطعها لك قطع كده صغيرة كبيرة بقى على حسب ما بيقطع بالشكل ده. غسلتها كويس جدا جدا ونقعتها وشطفتها وصفيتها كويس جدا من المية. الزيت بتاعي سخن كويس جدا، نزلت بالرقبة بتاعتي وهديها تشويحة في الزيت لغاية اما لونها يغير. هنعملها معاملة اللحمة بالظبط. شايفين شكلها؟ اللهم بارك، حلوة جدا. طبعا بيبقى فيه منها احجام كبيرة صغيرة كده، بس هي طعمها بجد بجد حلوة قوي. ندمت ان انا معرفتهاش من زمان. هفضل اشوح فيها كويس جدا لغاية اما لونها كلها يتغير. هضيف بقى معلقة صغيرة من بهارات اللحمة او الفراخ مش هتفرق. هضيف كمان نص معلقة صغيرة من الفلفل الاسود ونص معلقة صغيرة من الكمون، بس كده. وهشوح بقى الرقبة بتاعتي في التوابل دي كويس جدا. ممكن تحطي معلقة سمنة صغيرة لو حابة. انا ما كنتش حابة بصراحة عشان شتا بقى وما يبقاش فيه طبقة سميكة على الطبيخ والجو ده. هقلبها كويس جدا، بس نصيحة اعملي في حاجة واسعة عشان تعرفوا تقلبوا يعني. بعد ما اشتوحت معايا كويس جدا في الزيت والتوابل، مجهزة معايا بصلتين كبار كده مقطعاهم جوانح او جوليان زي ما بتقولوا. وحطيت نص قرن شطة كده سبايسي. ده لو بتحبوا سبايسي، ما بتحبوش ما تحطوش. وطبعا ممكن البصل برضو تخرطوه عادي مش مشكلة، بس انا حبيته كده لاني عشان يبقى باين في الصوص كده ويبقى حلو. هديله تقليبة كويسة وهغطي الوك بتاعي او الحلة بتاعتي لغاية ما البصل يدبل معايا. هكون مجهزة معايا طماطم فرمتها ناعم، هضيفها على طول على الرقبة بتاعتي. هدي تقليبة كده. طبعا الطماطم على حسب كمية البطاطس اللي انت هتعمليها، وطبعا ممكن بسلة برضو هتبقى طعمها خطير. اديت تقليبة وهغطي عليها بقى لغاية ما تغلي معايا كويس جدا. هنا كانت خلاص غلت معايا بالشكل ده. هغطي عليها بقى وهوطي النار وهسيبها تتسبك معايا كويس جدا. لما انا كنت بشوح الرقبة بتاعتي في البصل سبتها حوالي ربع ساعة تتشرب من البصل بتاعي وتستوي شوية. هنا كمان هديت عليها النار عشان تستوي كمان شوية في الصلصة بتاعتي. هي التسوية بتاعتها كلها حوالي ساعة، بتاخد سوا شوية عن الفراخ العادية. هنا حطيت الملح بتاعي بقى وحطيت مكعب من المرقة. هدي تقليبة برضو. وحطيت ما هنا 3 كوبايات من المية، هنا كوبايتين، وهديها تقليبة احس ان هي محتاجة كمان شوية. طبعا زي ما قلتلكوا على حسب كمية البطاطس اللي انتوا هتعملوها او الخضار اللي انتوا هتحطوه، فهحط كمان كوباية. شايفين شكلها وريحتها بتقلب البيت بجد. زي ما قلتلكوا ممكن تحطوا اي نوع خضار انتوا حابينه، كوسة، بطاطس، بسلة، بس طبعا كل حاجة على حسب تسويتها. طبعا احنا عارفين ان البطاطس ما بتاخدش تسوية،
تاخدش سوا كتير يعني، فعشان كده انا سويت الرقبة بتاعتي 3/4 سوا قبل ما احطها. هنا كانت خلاص عدى عليها حوالي نص ساعة في الصلصة لما اتسبكت، ولما ضفت المية يا دوب هسيبها تغلي بس 5 دقايق، وهضيف البطاطس بتاعتي. انا هنا مقطعاها كبير شوية عشان ما تتهريش معايا. اديت تقليبة وهغطيها كمان، هسيبها تغلي بالبطاطس حوالي 10 دقايق، وهشغل الفرن بتاعي بقى عشان يسخن كويس جدا عشان انا هحطها في الطاجن. هنا كانت خلاص بقى لها 10 دقايق بتغلي، يعني يعتبر استوت 50% البطاطس. ضفتها في الطاجن ودخلتها على الرف الاقرب للارضية على اعلى درجة حرارة، بتاخد حوالي تلت ساعة او نص ساعة على حسب الفرن ودرجة حرارته يعني، بس اهم حاجة تكون درجة الحرارة عالية. هتطلع معايا بالشكل ده. انا ما شغلت الشواية ولا اي حاجة، هي اللي الصهدة بتاعت الفرن هي اللي بتدي الوش الحلو التحفة اللي فوق ده. اتفرجولي بقى على الرقبة الدايبة وعلى البطاطس الدايبة برضو بس ماسكة نفسها في نفس الوقت، وعلى الصوص الخطير ده يا جماعة. بجد انتوا هتسيبوا البطاطس والرقبة وتاكلوا الصوص ده بس. حلو جدا جدا جدا، اعمليه والله هتدعيلي. وهي سعرها كويس اليومين دول يعني، اوفر من الفراخ بشوية وطعمها خطير. بجد انا حبيت انا وولادي اكتر من اللحمة. شايفين طبعا هي دايبة، بس لو خدتوا بالكم هي رقبة في الاخر وفيها عظم وكده، فانا مش عارفة امسكها اصلا من كتر ما هي مولعة. طبعا انتوا شايفين البخار اللي طالع، بس هي بجد كانت دايبة جدا 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 وطعمها فظيع. بالله عليكم ما تنسوش بقى تحطوا لايك وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس على الكل عشان يوصلكوا كل فيديو جديد بقدمه. وما تنسوش تعلقوا كومنت حلو منكم، بالله عليكم نفسي تكون سبب باب رزق ليا، ما تستخسروش فيا، مش هينقصكوا حاجة يعني لما تحطوا لايك وتعلقوا بكومنت ودعوة حلوة من قلبكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.